السلام عليكم يا جماعة. أنا أحمد حامد عبد الله حامد، أحمد حامد عبد الله حامد شبان، صيدلي من المنصورة، يهودي. طلعت كتير يعني بس لسه طبعا يعني أنا مش عارف وصلت لقد إيه من الناس يعني، بس أنا طالع الفيديو ده لمحمد نور بتاع الوعي نور. أنا يعني ولو ان انت ما عندكش خطة يا محمد يا نور، بس انا بحترم حبك لبلدك مصر، لان انا كمان بحب مصر، هي بلدي غصب عن اي حد. مصر بلدي وعايش فيها. آه، عايز اقول حاجات كتير قوي والله، بس انا بس حبيت بس عايز بس اقول لمحمد نور ان انا يعني شيرت لك الفيديو ما تشيرش، ولا مش عارف ايه اللي بيحصل اصلا. المهم ان انا في ناس كتير قوي بتتفرج عليا يعني. عايز اقول لك يا محمد ان القاهره يعني بغض النظر ان اسمك محمد، بغض النظر ان اسمك محمد، عايز اقول لك ان في فرصه انك ترجع. اليهوديه ما فيهاش ذل، اليهوديه ما فيهاش ذل، وطز طز في اي حد وفي اي حاجه، طز. اليهوديه ليس في اليهوديه ذل. انا معاك وبدعمك، حتى لو مقرر انك ما تفضل مسلم او مسيحي. انا معاك بدعمك لانك بتحب بلدك، وانا برضو بحب بلدي، بس اليهوديه دي برضو ديني. اوعى تفكر ان انا مولود على اليهوديه. مفيش حد هيشمت فينا، حابب اطمنك يعني مفيش حد هيشمت فينا. انتوا عايزين كل حاجه ان اليهود هم الغلط، اليهود هم اللي مبوظين الدنيا، اليهود هم اللي زفت. ماشي يا عم، انا قابل منك دي، قابلها منك، مش قابلها من غيرك، قابلها انا قابلها منك. اليهود بيعملوا وبيسووا وبيعملوا وبيسووا، مش مشكله. قول اللي انت عايز تقول، قول يا يعني مش عارف التعبير المناسب يعني، بس ايه، قول اللي انت عايز تقوله على اليهود، بس هتتحاسب عليه، خد بالك هتتحاسب عليه. انا كنت قلت ان انا مش هطلع لمدة 6 شهور، بس اتحبست قعدت 3 ايام. بلاش القصة دي، هبقى احكيها لكم بعدين، لان كاتب انا حاجات في الاجندة وهكلمكم. انا عايز اقول أنا الفيديو ده عموما يعني، انا عامل الفيديو ده عشان اقول لمحمد نور شكرا، شكرا لسيادتك انك وريتنا سعادتك، وانت انسان متواضع، وقيمتك كبيرة جدا 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 جدا. قيمتك عندي كبيرة جدا جدا جدا.
آه، مش عارف والله، بس فرحان بيك يا اخي والله. والله فرحان بيك يا محمد. انا كان ليا اولاد عمي اسمهم محمد برضو، وليا عمي كان صيدلي خول كده اسمه محمد عبد الله. كان محمد المهدي المنتظر بقى والهجايز بتاعت المسلمين دي. انا عايز اقول لك على حاجه. انا الانتخابات الرئاسيه دي انا مش فارق معايا مين يكسب، السيسي ولا ان شاء الله حتى فيلو ولا محمد رمضان. مش فارقه، الدوله كده كده احنا عارفين احنا بنديرها ازاي. الدوله كده كده احنا عارفين احنا هنديرها ازاي. بس انت بتحب السيسي، انا هرشح السيسي، انا هنتخب السيسي عشان خاطر سواد عيون حضرتك، فخامه معاليك. بس هيقولوا عليا دلوقتي بتغزل فيك وشاذ وما اعرفش ايه وبتاع. بس انا عايز اقول لك على حاجه. إيه... او عايز اقول للشباب عموما على حاجه، لان انا مش شاب، انا ما بعتبرش نفسي شاب. أنا عندي راجل، خلاص عندي 38 سنه. إيه... كبرت وعندي شعر ابيض هنا، بس الموبايل سني معفن، مش هيجيب الشعر الابيض يعني. اهو شعر ابيض، مش هيجيب موبايل صيني معفن. معلش اخويا دخل فاضطريت اقطع الفيديو، المهم نكمل يعني. يا اخي فرحان بيك والله، والله فرحان بيك يا محمد. إيه... عايز اقول ايه تاني. انا يهودي يعني في الاسلام. انا إيه... المفروض ان انت تحميني، مفروض. طبعا اللي بيحصل حاجات، يعني اللي بيحصل حاجات ميكانيزمات تانية. المهم يا محمد يعني استمر. تمام. ثم اللي زعلك. إيه... دخلت الجيش المصري، هبقى احكي لك برضو قصة دخول الجيش المصري يعني بدون واسطة. عايز اقول حاجات كتير قوي، عايز اقول حاجات كتير جدا جدا جدا. بس نرمين عادل يا ريت، يا ريت يعني ت- تستقطبها. نرمين عادل، سيبك من محمد علي والاشكال الوسخة دي. استقطب لنا نرمين عادل، البنت اللي اسمها دينا الحناوي. ناس بتحب البلد بجد. مختلفة مع السيسي ده مش إله يعني. إيه... أسامة جويش اللهبل ده. إيه... يعني ناس بيحبوا البلد يعني، واضح إنهم بيحبوا البلد بس مش عارفين يعملوا إيه يعني. تحيا مصر. أنا مولود في السعودية على فكرة يعني. في كتلة دلوقتي بتتكون عبارة عن مصر والحجاز. الحجاز اللي هي السعودية يعني. آه،
لمن لا يعلم يعني ان اسمها الحجاز يعني، لان تلات ارباع الناس عارفه. في كتله دلوقتي بتتكون، مصر والسعوديه واسرائيل. الكبير هيبقى على الارض يا محمد، الكبير هيبقى على الارض. قول له مع ربنا هيكسب. خد بالك من نفسك. مدينة القاهرة دي مدينة وحشة أوي 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 أوي. كلية الصيدلة دخلتها يعني في 6 أكتوبر، زحمة وخنقة وزنا، مخدرات، سرقة، نصب، حوارات، آه، إجرام. ايه يا عم، ايه يا عم القاهرة دي، ايه يعني عايزين ايه بالظبط؟ انتوا عايزين تعملوا في البلد ايه؟ طبعا لازم يعمل عاصمة إدارية جديدة السيسي. أول حاجة، أول حاجة شيء بديهي يعني، أول حاجة يعملها السيسي إنه يعمل عاصمة إدارية. إيه القاهرة دي؟ إيه المدينة دي؟ هتنضف، هتنضف القاهرة، هتنضف يعني هتنضف. يعني اعتبر إن ليك أخ يا محمد اسمه أحمد شبانة، صيدلي من المنصورة، مولود في السعودية، من ثوار 25 يناير، الثورة العظيمة، الثورة اليهودية العظيمة. الثورة اللي رجعت لنا الكرامة تاني. ما تتكسفش يا محمد انك تقول ان حسني مبارك ده كان ابن شرموطة. انت عارف انا نزلت الثورة دي ليه؟ هقول لك على سبب واحد، بس في اسباب كتير جدا طبعا، بس السبب اللي يعني ما كانش ينفع فوته. حولوا راجل، عملوا عملية تحويل راجل لست. دي مش تسقط نظام؟ ولا ما تسقطش نظام؟ تسقط نظام، تسقط الدنيا كلها، العالم كله. يعني ايه حول راجل لست؟ ده يعني حتى انا مش عارف يعني، حتى الطب النفسي اللي هو يعتبر نصب. الطب النفسي ده انا بعتبره نصب، ماهوش طب ولا اي حاجه خالص خالص يعني. فالمفروض الراجل اللي كان بيتحول ست ده على الاقل كان عالجوه نفسيا يا عم. عالجه نفسيا. مش انت راجل بتاع علم وكده، عالجه نفسيا. كان محتاج علاج نفسي، مش عمليه تحويل جنس. يعني لا، في مواضيع كتير ما تفتكرش ان انا شويه الرتوش دول. انا معايا اجنده مليانه ان شاء الله. انا عايز بس حد يشجعني يا محمد، وانسى ان انا يهودي. يعني انا مولود مسلم على فكره، زيك يعني. وخد بالك العلامه بتاعت علامه المخابرات اللي انت عاملها على القناه بتاعتك دي علامه وثنيه، انا فوتها لك. انا مش وثني، انا مش حاطط علامه وثنيه. ودينك انت بتقول ان هو الاسلام، يعني اسمك محمد يعني مسلم. الله اعلم بدينك يعني، مش عارف، مش عايز. المهم يعني ان دينك ان الذين هادوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انا يا عم في حمايتك يا سيدي، خلاص. مع ان انا احميكوا يالا، احمي بلد زيك يالا، انت وهو يالا. ها. تحيا مصر.
صح يا مصر. والله ما عايز اقفل الفيديو يا اخي، مش عايز اقفل الفيديو. فرحان بيك يا محمد والله. ان شاء الله بكره نكمل كلامنا باذن الله، نكلم الناس كلها بقى، ويعني نشرب بق مانجا بقى من خير بلدنا، مانجا. الله، بق عصير مانجا في مصر، والله بالدنيا وما فيها. الحمد لله، الحمد لله. ربنا يخلي لنا بلدنا مصر ويحفظها على مين يعديها. وانا اول واحد اشرف يعني ان انا اقدم روحي رخيصه. رخيصه ايه؟ لا، انا اقدم روحي مجانا. روحي مش هقدمها رخيصه، انا روحي اقدمها مجانا عشان خاطرك يا محمد، وعشان خاطر احمد دومه، وعشان خاطر اسماء محفوظ، وعشان خاطر اسراء عبد الفتاح، وعشان خاطر ثوار يناير، وعشان خاطر حركه تمرد اللي كانوا بيحبوا بلدهم، عشان خاطر الضابط احمد فؤاد، ضابط الحربيه المحترم من المنصوره. ايه رايك بقى؟ من المنصوره اهو، ان شاء الله هيبقى وزير دفاع يعني، امل يعني. بلد الضابط محمد مسعود اللي من القاهره، اللي شرفت بالخدمه معاه في القوات المسلحه في السويس، هو الضابط احمد فؤاد. بقول لهم يعني بدون يعني ولا بمثل، واقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم انا لا بمثل ولا قاعد بزايد ولا الكلام ده كله. انا احلى سنه في حياتي السنه اللي كنت مجند فيها في الجيش المصري مع الضابط احمد فؤاد والضابط محمد مسعود. هو تقريبا دلوقتي وصلوا عقده وعمده يعني، بقى عميد. انا كبير مش صغير على فكره يا محمد، بس لازم زي ما السنات، زي ما احنا نزلنا 25 يناير وكبار سندونا، احنا دلوقتي كبرنا، الصغيرين لازم نسندهم. لازم، ده لازم نسندهم. ولازم احسس ان اللي داخل الجند في الجيش ده ان هو داخل دي حاجة شرف. افتكر يا محمد قبل 25 يناير كانت الشباب كانوا بيقطعوا صوابعهم عشان ما يخشش الجيش. بعد ثورتنا شوف ايه اللي حصل والعلاقة بقت مع الجيش عاملة ازاي. مهم مش عايز اضيع وقتك ووقت الناس اللي بيسمعوا يعني اكتر من كده. وتصبحوا على خير. بكره ان شاء الله هتكلم معاكم كتير. استحملوني بقى، معلش، استحملوني معلش. انا قصدت ما اكلمش غيرك انت يا محمد النهارده، عشان انت مش اقل من محمد بن سلمان، ولا اقل من عبد الفتاح السيسي، ولا اقل من عبد الفتاح البرهان، ولا اقل من اي واحد ماسك سلطه في الشرق الاوسط يا محمد. انت واحد نعتز فعلا ان احنا مصريين زيه. بس يلا، سلام عليكم.